ودابا سمعوا الجيران تفرقعوا وتفقسوا علاش محرز ما داش الكره الذهبيه. واحد كاع مشى بعيد قال لهم كون جات بيديا كون جبت انايا محرز الجزائر ونعطيه الكره الذهبيه بوحدو. يا تخيلوا معايا هاد الشيء ديال الحقد، وهذا الشيء ما ديناهاش حنا، ما داها لا حكيمي لا بونو. وقال لك علاش محرز ما دخلش من بين اللي كلاصاو ثلاثه في الاخر. يلا يلا هضروا مع هادو دابا. اسمع 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 مزيان. هذا البالون دور هذا سينما. انا لو كان جا عندي الحكم هنايا والله غير ندير بالون دور ونسقي المحرز سان جوي نعمرو قال ها بالون دور نتوما والو، نتوما راكم غير كل شيء. ولا فضيحه هذه، ما انا عمري ما شفت فضيحه كيما هذه جامي. موالفين الافريقي يمدوا بالون دور. تشوف كمان داه الدرنيير مواقيلا ماني ميريتي. قال داو كوب دافريك وراح مونديال وكذا. وي واحد ما يهدر كاع فرحنا. بصح اليوم انت محرز ما يكونش ميم با داي تريبلي. سيتي السينما هذه. زيدوا عطيو لهم كاع البالونات نديروا لهم كاع تباتشقوا عطيوهم لهم كاع. فقط مؤخرا غوارديولا لما صرح بعد سلسله الهزائم اللي يدخل فيها مانشستر سيتي قال اننا نفتقد رياض محرز. رياض محرز كان فعال، كانت طريقه استعماله من قبل غوارديولا هو يعرف الفريق تاعو، كان يدخلوا احتياطي، كان يدخل في اوقات حاسمه. ولكن لما نتكلموا على كيف كان فعال نتكلموا مثلا اف اي كوب نصف، نفضلوا لاعب فاز بدوري فرنسي فقط، دوري فرنسي فقط، حتى انه في رابطه الابطال لم يذهب الى ادوار متقدمه اللي هو اشرف حكيمي. وكاين نقطه كنت تكلمت مع زملائي، تخيل ان اشرف حكيمي في قائمه احسن 30 لاعب في بالون دور في لافيفا ما كانش متواجد. يعني حتى هي ضربه لافريقيا، كيف لاعب غير متواجد من بين احسن 30 لاعب في العالم يكون متواجد في التوب 3 في افريقيا. انا نظن رياض محرز لابد ان شاء الله فقط يقدر ياخذها من الجانب الايجابي قبل كاس افريقيا، يقدر انه يكون عنده حافز